هاي اركب الطرماح. استنى علشان بتحب يا بطل. لو دخلت ولقيتنا كاسرين عليك باب شقتك هتاكل سكينة وتقع وسكينة واعذرنا اصل تتعصب. والله ما هغني الا طب هقول رأيي. طيب انا ماشي ولا بس حمد؟ غنينا. لا انت طب غنى. بس يا جدعان الناس اللي عماله تقول لي فين ام نستون انا جبتها لكم اهي. احب اقول لك ان اللي انت شفته ده نبذه بسيطه عن اللي انت هتشوفه في باقي الفيديو. اعمل لايك وكمل فيديو. حبايب قلبي انا جيت، وحشتوني جدا وكل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم. اثناء ما انا في غيبوبه الفتره اللي فاتت ونايم العيد كله في السرير، اكتشفت ان انا بقالي 10 ايام ما نزلتش فيديو على القناه. دي حاجه بتحصل كل فتره كبيره جدا، لان انتوا عارفين ان انا شخص ملتزم ومنتظم في مواعيد فيديوهاتي اللي انا اصلا ما اعرفش مواعيدها ايه، بس انا يعني منتظم ما بغيبش كتير. والله يا جماعه السر في النفسيه، بامانه السر في النفسيه، انتوا مش مظبطيني، فانا من جوايا مش ما عنديش قبول ان انا اصور بصراحه. المهم قبل ما نبدا الفيديو انزل عايد عليا كده بمناخيرك ورا ايه، ظريفني رايك حلو تحدي سريع، وشاركني برايك الجميل في كومنت. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلا بينا عشان ما نغيش كتير، معانا تيك توكات منتنه، فخش بينا يا ابني على اول فيديو. هاي اركب الطرماح. عشان ما اقدرش افرح لوحدي فانا حصل لي فرحتين حبيت اشارككم معاكم. طب وما بتفرحيش لوحدك ليه؟ بتكسلي ولا ايه؟ فرحتين بالظبط. نمبر 1 محمد رمضان. اوعي تقولي لي اجابه غلط. مش ملاحظين حاجه عليا؟ مش موجودين ولا ايه ولا مش ايه؟ انا مش ملاحظ. لو حد ملاحظ يقول لي بقى، عشان انا بتكسف اصلا من الحاجات دي اساسا ووشي بيحمر. شلته وشلته. شلتيه؟ يخرب بيتك، عملتيها ازاي دي؟ عمال اقول برضه في مساحه فاضيه. والله كان عامل لي عقده في حياتي، عامل لي عقده، بس خلاص راح لصاحب نصيبه. صاحب نصيبه؟ انت كنت عاملاه عموله؟ نمبر 2 عيد ميلادي كمان كام يوم بالظبط، كمان اروح اتغدى؟ ليه اروح اتغدى اول ما اجي تفتكري تقولي لنا عيد ميلادي؟ هو كمان ايام معدوده ماشي. معدوده ولا ما تعبان؟ لا ما تقوليش. تترارارا تاتا. فعايزاكوا تباركولي عشان شلته. لا مش هقدر ده عمل غير انساني خالص، فانا مش هقدر ابارك لك على الموضوع ده. عيدولي بس كده. باي باي. ربنا يفرج عليكي وتركبي غيره ان شاء الله. استنى استنيت اهو. استنى اديني مستني. انت لسه ما جربتش بيتزا بابا جون؟ بابا جون مين؟ ده زي بابا ابراهيم كده؟ ايه بابا جون ده؟ بيتزا حلوه جميله، بيتزا تشيكن رانش دبل كراست. افتكرتها بيتزا تشيكن فاست تشوكلت فاست كاتا فاست. افتكرتها انت عزمتي عليا بيها قبل كده. لازم تجربها. ما هو انا نفسي اجربها حضرتك، بس انا المشكله معايا في التشيكن فاست ده، انا يعني لما بكلمهم ما بجمعش الاسم. تعجبك قوي. الف هنا وشفا. حضرتك انا اخر مره اتصلت بيهم بعتوا لي فوار وانا كنت طالب البيتزا اللي هي تشيكن فاست كاتا فاست دي والدنيا اتلخبطت. يا جدعان الناس اللي عماله تقول لي فين ام نستون انا جبتها لكم هي مالها نستون قلبت عبوي لاند ليه كده؟ اهي. يا جدعان انا بنتي ما بتعملش حاجه غلط، بنتي مين الجبنه الحادقه دي؟ ما عرفتناش. بتصور في طريق عام. ثانك يو يا مامي. اوصل غصب عنكم. ازاي تبردوا على لبسكم ايه حضرتك؟ بما ان الجو حر جدا والصيف المرة دي للأسف جاي في شهر 6:30. 6:30 ده جاي في قطر مميز ولا ايه؟ هنحتاج ايس كيوبس مكعكبات تلج، هنحتاج ديترجنت ذو الحبيبات المبربلة مبيبره ازاي يعني؟ يعني لونها بنفسجي، وهنحتاج 10 دبل بامبس من الالوفيرا جل عشان ده هيخلي مسام الهدوم تتفتح فبالتالي هتتنفس. مين طبق على نفس الهدوم؟ ما لازم الملابس تتنفس، الملابس تتنفس. حطوا 700 رشة من اي بادي سبلاش عندكم، وحطوا 700 رشه؟ ده عايزين معاد شيفت دول لوحدهم. رشاشيش كتير من اي كحول، استعمال خارجي او داخلي عادي، يكون 99% علم علوم عقيم. شوية بس تدخل سياسه واقتصاد ده وش؟ شوية بسملة للشعر عشان يطرطب الهدوم، يطرطق على هدومه. وسلفيت هيحافظ على هدومك، ومعلقتين من حمام كريم ده هيخلي جذور الهدوم اقوى. شكل كريم عنده اسهال، حمامه تقيل قوي. والمعلقتين دول هيخلوا بصيلات الهدوم ريحتهم احلى هو كريم واكل مانجا ولا ايه؟ 3 مرات وتمن. شويه شاور جل برضو مبربل وده بيدي طعم جميل قوي. شويه طعم يعني انا هاكل الهدوم بعد ما اخلص؟ يعني بعد ما اخلص هاكل مسحوق ولا هاكل هدوم؟ هعمل ايه؟ زيت ارجان بفيتامين و. فيتامين ايه؟ فيتامين و. ده هتقوليه لسه ولا هو اسمه ايه؟ لو ما عندكيش ممكن تحطي شويه من زيت بذره الكتمان، دي مزروعه في ارض كتومه دي اكيد. بفيتامين خ. بعد ما نخلص باي شوكه عندك هتدوقي كل المساحيق عشان نشوف الكميات مع بعض هتبقى مظبوطه ولا ايه. طبعا لازم تعملي تيست قبلها. هتختاري الغسيل المجهد والحران. شوفي كده كام هدمه مفرهطين واغسليه. هتقلوبي كل ده. ده كريم مزيوت الدنيا خالص.
هتختاري الغسيل المجهد والحران، بعدين هتحطيه كله في الغسالة وهتحطي الخليط اللي عملناه عليه. ممكن تحطي الطبق نفسه كمان عادي. الطبق كمان في الغسوله؟ كل ده هنحطه في الغسوله على طول؟ انا زدت اكسترا ديترجنت كمان. وبعد كده هتظبطي غسولتك على 6 ساعات او 5 على حسب غسولتك اوتوماتيك مانوال او دفع رباعي. وغيري الفريم البيضاء عشان الغسوله تشتغل تمام. انا بجد بعمل الطريقه دي صباحا ومساء وعشاء. هتشيلي الجلد الميت والحي. هتستخرج ان شاء الله. يا صاحبي دي حته من على طرف المعلقه يا صاحبي. ده انهي معلقه؟ المعلقه بتاعت كريم دي الزيوطه اللي على البنطلون دي من طيف المعلقه؟ ممنوعات، مطروشات، مقتولات. ممنوعات ده لازم تكون ممنوعات. ومحدش هيجي معانا في الملابس عشان محدش هيعرف يجي معانا في الملابس. لا انا مش هاجي معاك عن نفسي، روح انت لوحدك عشان اللبس ده مش هينفع البسه. عشان احنا دماغنا مفوته، محدش هيعرف في مصر يجي معانا في الملابس خالص يا صاحبي. الحزام ده انت كاسبه في قلبز ولا هو بجد كده؟ ما فيك تتزوج بنت تانية غيري، عم تفهم؟ هفهم حاضر. ما هو بوشك ده انا مش هتجوز ولا تانية ولا رابعة ولا هتجوزك انت شخصيا. بس بتعرف ليش؟ ليش؟ عشان عندك هالات موف ولا ايه؟ لأنك ما رح تلاقي بنت مجنونة مثلي بأي مكان. يا مجنونة أنا مجنونتك. بتقولي له انا مباشمتك، انا مبتهلتك، انما مجنونتك مش جاي. هو في ايه؟ في ايه بجد؟ الجيل كله عنده التهابات كده؟ ما فيش ولا واحد بيعالج الموضوع؟ انت سعيده ليه؟ يعني انت سعيده وحاطه جل على شعرك ومبسوط ليه؟ مبسوطه؟ ده بيقول ما اخدش انا واحده شمال. هو بيعزم عليك تروح تحجه؟ في ايه؟ هي واقفه على ايديها ولا ايه؟ مش معقول تكون في وش الاستشوار دي رجليكي، لا ما تهزريش. انا يا جماعه لسه جاي من الدرس، فواحد وانا ماشيه حد صاحبه عمل له كده وقال له شوف اللي جايه دي وقع من جيب مين. والله يا سوزان انا بدات احب اللت بتاعك، يعني عندها قصص بتحكيها. فيا حبيبي اللي بتشوف الفيديو انا مش واقعه من جيب حد، ما بيدخلش دماغكم غير الكيرفي واللي جسمها عامل كده واللي جسمها عامل كده. لا يا حبايبي العود الفرنساوي احلى حاجه. في يا جماعه هي كل واحده بتاكل دراي فود ما بتتخنش فتقعد تقول لنا العود الفرنساوي ما في ايه؟ ولما قلت لبابا ودينا عند دكتور عشان يعمل لي تحاليل ديدان تحاليل ايه يا سوزي؟ تحاليل ديدان ويشوفني انا ما بتخنش ليه، بابا قال لي العود الفرنساوي احسن عود. ايوه يعني انت عودك فرنساوي ولا انت بتعاني من الديدان يا سوزي عشان نفهم برضه؟ يعني انا انام طول العيد اصحى الاقي الفئران بقيتوا تستخدموها مناديل دلوقتي؟ سمك لبن تمر هندي. انت نسيتي تقولي لي استنى ليه ولا انت اتعودتي ان انا بستناكي على طول؟ سمك لبن تمر هندي. ايوه تمام، سمك لبن تمر هندي. وبعدين؟ سمك لبن تمر هندي. ايوه هندي. انت عندك مشكله ان هو هندي؟ يعني الطمر طلع صيني وانا ما اعرفش ولا ايه؟ ما تفهميني عشان نبقى ماشيين سوا على نفس الخط. اقول وراكي؟ سمك لبن تمر هندي. تمر هندي كده قلتها صح ولا في حاجه غلط؟ سمك لبن تمر هندي. لا ده انت فاضيه بقى، ما انا مش هقعد اقول وراكي سمك لبن تمر هندي، ما كلنا عارفين. ليه يا بطل؟ لو دخلت ولقيتنا كاسرين عليك باب شقتك هتعمل ايه؟ هسيب لكم الاوضه واطلع اقعد انا في الصاله. انا عارف انتوا عايزين ايه، انا عارف مراتكم، فانا مش هرخم عليكم. ايه نوع عربيتك؟ بورش ميني كوبر بورش فيات بورش جي 3 فيراري. عندي واحده استون مارتن بس راكنها في المانيا. انا كده في جراج ميمي هنا زي الفل، بدفع لها 15 في اليوم. جي تي 3 ار اس بي واي تي. لا انت فقير، انت اطلع بره يا كلب. تويوتا كرولا 2021. انا معايا واحده هليكوبتر راكنها في المدخل. في يا جماعه انتوا كلكم راكبين طيارات، عايزين عربيات يعني بقى مش كده. طب هقول رايي طيب ماشي بس غنينا. لا انت ليه محسسني ان انت بتقارن نفسك بعمرو دياب والموضوع مهم قوي كده؟ بس انت بتقول ان انت صوتك من حلو السكن ده. انت شاحن سيزون؟ انت بتقول ان انت صوتك من ضمن ال10 مميزين في مصر، انا موجود معاك وانت بتسجل يعني. هو حضرتك مفخمه ليه؟ هو من 10 المبشرين بالجنه؟ ايه 10 المميزين ايه؟ الناس عايزه تشوفك في الالبوم الجديد اللي انت هتصوره وهتنزله. اوكي ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. طبعا دي لغه واحد واثق من نفسه جدا. رامي جمال هينزل البوم. يعني انت شايف ان انت صوتك اقوى من حمو بيكا واقوى من حسن شاكوش؟ هو ده استديو حضرتك ولا ده ديكور اوضه الاطفال ولا ده ايه؟ حمبا روس. دي ان شاء الله هتبقى اغنيه الالبوم سحمبا حمبارو. سامبا سامبارو
سانكي ماري بارو. بعد كده بتيجي الدخله الثانيه يقول لك تسام بالون بالو. ده حوار جديد ده. يعني ايه اللي بيبني الفيديو؟ انا بتعالج يا ابني الله يرضى عليك. هتاكل سكينه وتقع وسكينه واعذر ناس تتعصب. جوايا احساس كده ان انا دخلت النار. ايه الاشكال دي؟ انا عايزك تحفظ. الشويت اهو شفت بقى موضه وبقى جامد. كنت زمان بقى بشيشبه وبنزل في قمص واقلب الدنيا والله. كنت نجم الشط. كنت من 10 المميزين في الشط. علشان بتحب الجدال المكان انا هاخدك لفه. لما بلاقي البنات بتغني مهرجانات وبتعمل الحركات دي بحس ان انا شاب كيوت. ومش انا لوحدي، انا ليا اصحابي بيبقوا عايزين يغسلوا مواعين والله. علشان خاطر انا مش شايفاك انت حبيبي ونور عيني. لا اقلب يا ابني القزايه ده الله يرضى عليك. لا مش جدعانه دي، مش جدعانه ده ان انت تتخانق مع واحده ست في الشقه دي مش جدعانه، مش رجوله صح. مامته غزال جابت غزال لما رجالي شافوه. انا جنب بنتك يلا يا ابيض. فين القصه بقى؟ يعني فين يعني الموضوع بدأ بخناقه وانتهى كده. طبعا واحد ايده مقطوعه فجه يفرش المصليه ما عرفش فبقول لي الكابتن افرش المصليه فمسك ده قاعد يقول له ايه ده ولا ستيك والكلام من ده. فهنشوف اللي هيحصل بعد كده. جه طبعا التاني قال له انا اول مره اشوف دراع بالطول ده. هو عمل كده بقى يعني عمل كده بيفتكر هو مسيحي ولا مسلم ولا هو كان بيفكر في ايه مع ربنا عشان نفهم. المهم ان هو اثر فيه وراحوا صلوا مع بعض. هو المفروض ان كان في فيديو حلو بس انا ما لقيتش فقلنا نقضيها. ده كان اخر فيديو معانا. اتمنى الفيديو يعجبك. اتمنى تعمل لايك لو انت نسيت تعمل لايك. سايب لك تحت في الديسكريبشن والكومنتات لينك الانستجرام والفيسبوك وصفحه الفيسبوك الجديده. فاتمنى تيجي تتابعني على كل دول. وده اسم التيك توك بتاعي لو انت حابب تعمل لي منشن على فيديوهات هناك. وده برضه اسم الانستجرام عشان لو انت حابب تعمل لي فولو هناك. في ريلز كتير جدا ما تنزلش في اي مكان تاني. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام عليكم.